مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده فيديو جميل جدا. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا قبل ما نبدا الفيديو اللي معانا النهارده احنا بنشكركم جميعا يا حضرات على دعمكم المتواصل. لكن النهارده يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو اللي معانا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله اول باول. لكن النهارده حضرات معانا موهبه سودانيه، معانا النهارده حاجه خارقه، حاجه كده فوق العاده يا جماعه. ناس موقفين، هو واحد طبعا في الشارع غالي عادي موقفينه وبيتكلموا معاه بيقولوا له طبعا يا جماعه عرف نفسك للناس دي باللغه العربيه. اللغه العربيه عمل ايه؟ هو طبعا بيجيد اكتر من لغه، بس انه بيجيد 4 لغات. يعني هو بيقول لهم اعرف نفسي باي لغه، باللغه ايه؟ عايزين نتكلم باي لغه. أكيد. هل دوت داليا فيها دي حاجه خارقه للعاده ولا هو دي تعلم؟ هي ثقافه، بس هو طبعا الشعب السوداني طبعا برضو الناس مثقفين، بس طبعا ودي بترجع يعني معلش في هقول لك ايه بس ايه طبعا يا داليا الانفتاح وتقرب الدول العربيه والدول الاوروبيه من بعضها في الفترات الاخيره خلى اغلبيه الناس تتكلم اكتر من لغه. لكن ان احنا النهارده لما نيجي نشوف واحد واقف في الشارع الناس بتتكلم معاه عادي، فبيقول لهم انتوا عايزيني اتكلم معاكم باي لغه؟ سبحان الله، اللغه هي اللي انتوا عايزين اكلمكم بيها. سبحان الله، عنده بسوني بلاغه في الكلام رهيب جدا، يعني ربنا يحفظه بامانه. متميز. فطبعا لما تيجي تشوفه يقول لك انا عايزين نتكلم باللغه ايه، فالناس وقفوا اتصدموا. ازاي يا عم يعني باللغه ايه؟ قال له ايوه عايزنا اتكلم بكام لغه، يعني عايزنا اعرف لك نفسي باللغه ايه؟ العربيه الفصحى. طب وبعدين احنا هندخل دلوقتي يا جماعه نشوفوا ازاي يعرف نفسه باللغه العربيه الفصحى، وهنشوف طبعا بعض اللغات اللي هيتكلم بيها. بس طبعا يا جماعه هنا في نقطه، السودان مختلفه فيها يا داليا يعني ثقافات متنوعه من كل دول العالم. اكيد يا بس ماشي، لان التطور والتقدم زي ما كلنا عارفين يا داليا ان السودان فيها تقدم وتطور كبير في الفترات الاخيره. ماشي، احنا بنتمنى ان السودان ترجع تاني زي الاول باذن الله ان شاء الله. لكن لما نيجي نشوف الموهبه او اي حد خارق او اي حد مثلا عملاق في اي مجال في اي بيلفت الانتباه يا داليا. اكيد. فطبعا يا جماعه احنا عشان ما نطولش عليكم من المقدمه هندخل نشاهد مع بعض الفيديو، بس ما تنساش تصلي على النبي وكل واحد يدعمنا برايه على الفيديو اللي معانا. يلا بينا ندخل نشاهد الفيديو. اللغه الانجليزيه ولا بالعربي؟ كله ابدا بالعربي. عرف نفسك اول شيء. بالعربي ولا بالانجليزي؟ عرف نفسك. بالعربي ثم بالانجليزي. الاخ ادريس دياب من مواليد مدينه النهود، وتلقيت تعليمي في مدينه نياله، واحمل 4 لغات انجليزيه وعربيه وفرنسيه وكوريه، ولقد عملت استاذا ومترجما في شركه شبرون بالمجلد قبيل عهد النميري، وأعرف القرآن كله المصحف، واللغة الإنجليزية أجيدها إجادة تامة، وأريد أن أعرف لكم شيئا من القرآن الكريم. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كثير يخطئون في إعرابها، أي يعربونها إعرابا مدرسيا، ولكن لها إعراب قرآني. الباء السببية حرف جر زائد، واسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها كسر حرف الجر الزائد. اسم مضاف، الله اسم الجلال محل جر بالإضافة، والخبر مقدر بمبدوء. الرحمن الرحيم صفتان مرفوعتان وعلامة رفعهما ضمة مقدرة منع من ظهورها كسر حرف الجر الزائد. ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر لأن الفعل معتل الآخر بالألف. إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف تقدر على آخره كل حركات الإعراب. الضمير الكاف مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. الميم علامة الجمع أو علامة جمع الذكور مبنية على السكون وحركت بالضمة للتخلص من التقاء الساكنين، أي في اللغة العربية الفصحى لا يمكن أن يلتقي ساكنان في آل واحد. والتكاثر فاعل مرفوع مؤخر بالضمة. هنا قدم
يقدم المفعول به على الفاعل كما في الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما إعرابها كافة مكفوفة. لما؟ لأنها دخلت عليها ماء الزائدة. إذا دخلت ماء الزائدة على إن أو أن أو لكن أو لعل كفتها، ومعنى كفها أن ما بعدها يعرب مبتدأ وخبرا. Now I can give you some information about myself. I took my education in Yala Darfur before many years ago. I keep English language so well, British pronunciation and American pronunciation. I tour all over my country, Sudan, and some African neighboring countries. I deal with Sudanese culture, tourism, ethnographical. Personally, in Khartoum capital. بسم الله ما شاء الله. عالم بأمانة اللي هو يعرف القرآن بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة جدا. ده موهوب. سبحان الله. ده بيتكلم يا بسوني بص سلس، والشعب ده بحس ان هم طيبين برضه يا بسوني كده بأمانة والله. بأمانة أنا أول مرة يا جماعة أسمع فيديو بالطريقة دي، بأمانة عمري ما قابلتني واحد بيتكلم بالأسلوب دون وعنده إقناع. هو أصلا أبهرنا، يعني احنا أصلا عمالين نسمعه. أنا بقول لها ده خارق، بقول لها ده عالم، ده عالم. بسم الله ما شاء الله. اقسم بالله انا اول مره اسمع الفيديو، بامانه ابهرني. لا انا اتصدمت فيه، واتمنى ان كان الفيديو يبقى اطول، بس احنا هندور عليه ونحاول نجيب له فيديوهات تانية ان شاء الله. بامانه والله ان شاء الله. طبعا يا جماعه كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، بس يا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.